الأمسية دي من متنزه الطهرة. بقول لكم أصحابي كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم 2023. السلام عليكم أصدقائي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وفيرة. المكان شدني جدا من ميدان الطهرة بجوار قصر الطهرة. على أوله محل كبير جدا لدريم 2000، ده محل موبايلات وأدوات إلكترونية كبير جدا وشهير وليه أكتر من فرع. المكان ده أصحابي أنا مش عايز أقول لكم كان زمان مهمل جدا، يعتبر ملوش أي لازمة. دلوقتي عملوه ممشى خطير جميل، تخش له من قصر الطهرة واحنا ماشيين دلوقتي اهو على الشمال في الشلال بتاع متنزه الطهرة، وفي مجموعة شباب جمال بيعملوا سيشن باللبس الهندي، وده اللي على اليمين دوت بوابة الحديقة بتاعة قصر الطهرة. الممشى رائع جدا، فيه اكتر من مطعم شهير زي بطاطس اند زلابيا. وانا بتمشي كده وقابلنا العامل وادانا واحدة جميلة بصراحة، رايح جاي كده اخدت منه واحدة واتنين. افتكرت فيلم نجيب الريحاني لما كان عايز يتعشى. كانت بصراحة حاجة جميلة جدا ومبهجة. الاضواء الجميلة، ناس رايحة وناس جاية، ناس بتاكل في المطاعم وناس قاعدة، وهنا في ملاهي برضو جميلة وبتخش لها بتيكت وكارت ومشروبات الرحماني. الحقيقة اكتر من مطعم قدامنا، وهنا مطعم المأكولات السورية. كنت ماشي مبهور بالمكان والتطور الرهيب اللي حصل له، ومبسوط جدا، والناس كمان كانت مبسوطة ورايحين وجايين في المكان. في اكتر من مطعم واكتر من مكان تقدر تقعد فيه تتنزه، حتى كشر التحرير فاتح في المكان اهو. وكمان المفاجأة الكبيرة اللي لقيتها في المكان حلواني اتوال، طبعا من افضل الطعم والجمال. عامل قاعدة جميلة جدا برضو في المكان. على يمينك في حديقة قصر الطهرة، وعلى شمالك في الملاهي اللي احنا شفناها، يعني ما هو الا بين سورين. ده مكان للمنتجات الالبان والايس كريم، وبرضه عامل له مكان. الحلو في الممشى ان كل مطعم عامل له مكان الناس تقعد فيه. هنا انتهاء الممشى خرجنا على محطة مترو سراي القبة، ورجعنا تاني عشان نوريكم الدنيا فيها ايه. على يمنا في مكان للايجارات لبيع اسمه السوق القديم، بيبيع فيه الانتيكات والاشاربات والملابس. الصراحة الممشى لا ما سابش حاجة الا لما عملها، لا مطعم ولا محلات ولا تسوق، في كل حاجة جميلة. ودخلت بعد كده حديقة قصر الطهرة الجميلة اللي بتخشها بس ب5 جنيه، وهي بقت جميلة جدا ونظيفة جدا زي ما احنا شايفين. حتى سلال القمامة متقسمة للمعادن والأوراق وخلافه. خضرة وجمال، مطاعم، قعدات في كل حتة، أسر بتقضي يومها وتقضي ليلة يوم الخميس الويك اند بتاعها وهي مبسوطة، ولادهم بيلعبوا قدامهم زي ما انتوا شايفين كده، وفرحانين بالمكان وحلاوته وجماله. بنتعرف مع بعض على الحديقة اللي قدامنا دي، وهنا مسلة جميلة كده على هيئة فرعونية فيها يافطة على افتتاح المكان وتطويره، بتحكي عن تاريخ تطويره. انا مش عايز اقول لكم المكان كبير جدا، سيشن كبير جدا، وهنا ماكت لسنة 2023. الناس برضه بيتصوروا في المكان. وببص بعيني ناحية اليمين لقيت اكتر من مطعم تاني، منهم سيركل اللي هو السوبر ماركت الشهير، ومنهم كمان اسواق الحوراني، اسماك الحوراني، دي اسماك الحوراني برضو مطعم جميل متخصص للاسماك. هنا عز المنوفي للكبده والسجق، زي برضو كبده الفلاح. بصراحه الاسره والاولاد استمتعوا جدا بالمكان، وفعلا مكان بسيط جميل تخشه بسعر بسيط وتاكل بقى في المكان اللي انت عايزه. بس طبعا الاكل كالعاده مش رخيص، لكن انت ليك الحق انك تتخير المكان اللي انت عايزه. وفي النهايه كان السيشن بالرقص الهندي والملابس الهنديه الجميله. وبندعوكم لزياره المكان، وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.